السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. صلى على النبي حبايبي، عشان بالصلاة على النبي تطمئن قلوبنا. حكاية النهاردة من الست ام حسن. ست ام حسن بتشتكي من جوزها، بتقول ان هي ما شاء الله عندها ولدين في سن المراهقة، يعني اللي هو 18 سنة 21 سنة كده. الست ام حسن بتقولي جوزي ما بتكلمش مع ولادي خالص، يعني بسألهمش عن حاجة، ولا رحتوا فين ولا جيتوا منين. الكلام ده طبعا بتقول ولادها ان هم ما شاء الله يعني في دراستهم، وساعات كده بيشتغلوا في اوقات الاجازة بتاعة المدارس والكلام ده. بتقولوا في الدراسة برضو ممكن برضو بيشتغلوا لو عندهم مثلا وقت ولا حاجة وكده. الست ام حسن بتقول طبعا ب... بسبب الدراسة، وانهم كمان بيشتغلوا برضو في اوقات الدراسة كده. بتقول بعد الاوقات بتقول بيتعرفوا على أصحاب فيهم الكويس وفيهم اللي مش كويس. الست أم حسن بتقول طبعا صحابهم بيروحوا عند البيت عند ولادها، بيندهوا يقعدوا ينادوا مثلا على عيالها ينزلوا، إذا كانوا بيقعدوا مع بعض في أي مكان بقى، الله أعلم، شارع، قهوة، كافيه، بيروحوا شغل، الكلام ده الله أعلم. بس هي بتقول بسمعهم يقولوا ألفاظ مش كويسة لبعض. بتقول بيبقوا واقفين في الشارع، طبعا بتقول كتير قوي آه، شتيمة مثلا، شتايم مع بعض، صوتهم عالي جدا، ما فيش احترام مثلا للناس اللي موجودة في بيوتها، الكلام ده للناس اللي في الساكنة طبعا في الشارع أو كده. بتقول لدرجة إن في ناس مثلا بتطلع تزعق لهم، الكلام ده. آه، بتقول بيقولوا ألفاظ مش كويسة خالص لبعض. بتقولي طبعا أنا بسمع الكلام ده بتضايق، لأن أنا حتى لو ولادي كويسين وتربيتهم كويسة، طبعا بيتعلموا من الشارع أو من صحابهم. بتقول لما بقعد أكلم حد من عيالي أقول لهم ما ينفعش تمشوا مثلا مع أصحاب زي كده، يعني نقوا الصاحب الكويس، شوفوا الصاحب الكويس امشوا معاه صاحبوه، روحوا معاه وتعالوا فيه الشغل، روحوا مع بعض، الكلام ده. لكن الصاحب اللي هو مش كويس، بيشتم وبيقول ألفاظ مش كويسة، ما ينفعش تصاحبوها. بتقول ولادي بيقولوا لي يا ماما عادي، ما كل العيال كده. بعد اقول لولادي يعني انتوا كمان بتشتموا؟ بتقول العيال بتسكت ما بتردش عليا، بيقولوا مش دايما. يعني بتقول العيال بتسكت ما بتردش، بتقولوا لما بعد اكتر عليهم بالكلام والكلام ده يبقى انتوا بقى ما دام اصحابكم بيتعمل كده وانتوا بتقولوا كل العيال كده يبقى انتوا كمان بتشتموا. بتقول لي لقيت العيال بترد عليا بتقول لي مش دايما. بتقول لي طبعا اتضايقت جدا، يعني انا مش اول مره اصحاب ولادي يجوا عند البيت والكلام ده ويقعدوا يشتموا ويزعقوا ويقولوا الفاظ مش كويسه. بتقولي ده على طول باستمرار. بتقولي بس بصراحه زهقت، وكلمت ابوهم كذا مره، قلت له ما اتكلم مع العيال، ما ينفعش ان هم يمشوا مع اصحاب مش كويسين، والعيال بتقول الفاظ كذا كذا، واحد اتنين تلاته، اللي هم العيال اللي بتيجي تنادي على ولادنا. بتقولي بلاقي جوزي بيسمع مني لكن ما بيردش. بتقولي ببقى متضايقة أكتر، اللي هو إيه ده يعني، فين موقفك، فين رد فعلك؟ طب احنا ملناش دعوة بعيان غيرنا، احنا نتكلم مع عيالنا احنا. بتقولي بلاقي جوزي مفيش أي رد فعل خالص. اقول له العيال اللي بتيجي تنادي على اولادنا بيقولوا كذا كذا، ده حتى في ناس من الشارع اتخانقت معاهم، ناس زعقت، ناس شتمت، اللي هو ايه اللي انتوا بتقولوه ده، مش مراعيين اي حد خالص. حتى لو بيقولوا لفظ مش كويس مش مراعيين ان في بنت بتسمع الكلام ده، مش مراعيين ان في واحدة ست ممكن تبقى واقفة، مش مراعيين ان في ست تبقى جوه سامعة الكلام ده، او بنات او كده. بتقولي ما فيش اي رد فعل من جوزي. بتقوله طبعا بيبقى الشارع طبعا ماشي فيه ناس بنات وستات والكلام ده، لان ببقى بتقولي انا ما بقدرش اخرج ابص على العيال من كمية الشتيمة اللي بيشتموها لبعض. بتقوله طبعا بتبقى فيه ناس ماشية ستات وبنات والكلام ده، يعني ما
بسمع الناس من الشارع يقولوا لهم عيب، يعني احترموا، فيه بنات واقفة، فيه بنات ماشية، الكلام ده. بتقول لي مفيش أي إحساس خالص بالنسبة للعيال طبعا. بتقول لي زعقت لولادي، اتخانقت معاهم، بلاش تصاحبوا العيال دي، بلاش تمشوا معاهم، الكلام ده. طبعا بتقول لي العيال بتكبر دماغها من كلامي، ولا كأني بتكلم. بتقول ولا كأني بتكلم. بتقول حتى لما بعد اخوفهم بابوهم، طب انا هقول لابوكم انا هعرفه، هو بقى يعرف شغل معاكم، هو بقى يشوف الصرف معاكم ازاي، الكلام ده. بتقول العيال بتسيبني وبتمشي ولا كأني بقول حاجة، يعني ولا عاملين حساب مثلا ان اب يزعل معاهم او يتخانق معاهم او الكلام ده. بتقول لي مش عارفة اعمل ايه. بتقول لي وجوزي بكلمه ولا كأني بتكلم اساسا، يعني حتى لما بقعد اكلمه والعيال موجوده افكره مثلا حتى لو هو ناسي، يعني كلم الولاد قول لهم على اللي انا قلت لك النهارده او اللي انا قلته امبارح والكلام ده. بتقول لي يقول لي طيب ماشي ماشي، بس ما بلاقيش رد فعل لجوزي. ونهار ما بيتكلم اللي هو ما تخرجش من البيت كتير، ما تمشيش مع العيال اللي انت ماشي معاها، يعني قول العيال اللي معاك ما تشتمش لما بيجوا الشارع، الكلام ده. بتقول له كلامه ما عجبنيش بصراحة، اللي هو ما فيش رد فعل قوي. تقول لي انا عايزة رد فعل قوي لولادي، انا ماليش دعوة بعيال غيري، بس أنا ناخد موقف مع عيالي. بتقول لي مش عارفة اعمل ايه، لا جوزي نافع معايا الكلام ولا ولادي طبعا بيسمعوا كلامي، لان كلامي مش زي كلام باباهم. والله يا ست ام حسن، المشكلة دي مش مشكلتك لوحدك، ده مشكلة ناس كتير جدا. مشكلة ناس كتير جدا في ايه؟ لان انتي مش اول ست بتشتكي ان جوزها ما بتكلمش مع عيالها، سواء بقى ان كان ولد واحد، اذا كانوا اتنين، ان كان تلاتة، الكلام ده. دي مشكلة ناس كتير او مشكلة ستات كتير، ان دايما تلاقي الست في البيت بتهاتي مع عيالها، بتتكلم، بتنصح، لا ده غلط ما تعملوش، لا ده ما ينفعش، لا ده كده عيب، ده كده ما يصحش، الكلام ده. طبعا العيل كان يعني بيسمع الكلام وهو لسه صغير، مثلا سن 11 12 سنة، 13 14 سنة. بعد كده طبعا بيخرج، اذا كان بيتصاحب بقى، سن اعدادي دوت طبعا بيتصاحب على صحاب بقى، يعني من جميع الفئات، فيه الكويس وفيه الوحش. فبيبدأ العيل ما بيسمحش كلام مامته زي الأول، اللي هو بقى بيشوف نفسه بقى خلاص، بقى شاب، بقى راجل، بقى يخرج، بقى يروح، بقى يجي، بالذات لما العيل بياخد حريته شوية، اللي هو مثلا بيخرج من البيت، بدل ما كان بيقعد مثلا نص ساعة بره أو ساعة ورحت فين وجيت منين والكلام ده، لأ، العيل بيلاقي نفسه إن هو مثلا بعد ما كان بيخرج نص ساعة أو ساعة نبقى قلقانين عليه ورحت فين وجيت منين والكلام ده، لأ، العيل خلاص بقى عنده حرية إن هو ممكن يطلع يقعد بره بالتلات أربع ساعات، أهله ما يعرفوش عنه حاجة، حتى لو تتصل عليه بموبايل ولا الكلام ده عشان تطمني، عشان انت محتاجة حاجة او تعرفي هو رايح فين او جاي منين او هو فين اصلا وحضرتك قلقت عليه. بتلاقي العيل ممكن بترن عليه او بتتصل عليه ما بيردش اساسا، وتيجي بعد كده تسأليه يقولك اصل التليفون كان صامت ما سمحتوش، اصل التليفون كان في جيبي فما شفتوش، اصل التليفون كان فاصل شحن. بيطلع 50,000 حجة علشان خاطر ما ردش عليكي. وطبعا الاستمرار بقى في الكذب بقى على طول بقى، اللي هو التليفون كان صامت ما سمحتوش، كان فاصل شحن، ما خدتش بالي، اللي هو الكلام ده، كنت مشغول في حاجة، اللي هو كده، يعني عشان خاطر ايه؟ يهرب او من السؤال بتاع حضرتك او الكلام ده. فخلاص العيل لقى نفسه بقى شاب بقى، شايف نفسه ان هو بقى راجل، رجليه شالته، آه بيخرج طبعا باستمرار، اللي هو كده. ما فيش طبعا اب بيسأله ولا رحت فين ولا جيت منين، حتى لو كان الاب موجود ما هوش مسافر او في شغل او في الكلام ده، طول ما الاب ما بيسألش ما خلاص ما فيش نتيجة.
انت حضرتك عارف العيل عارف مثلا ان انت كبيرك هتعملي ايه، هتزعقي، طب انا هقول لابوك لما يجي، طب انا مش عارفه ايه، لكن مفيش موقف بيتاخد. طبعا عشان ما نظلمش كل الولاد، مش كل الولاد كده، في والله ولاد بيبقى عاملين حساب للأم زي الأب بالظبط، مش عايزة أقول أكتر كمان. يعني في أم بتبقى مصاحبة كده عيالها اللي هم ولادي أنا اللي مسؤولة عنهم، الأب مثلا مشغول أو الأب ما بيسألش زي جوز حضرتك كده، خلاص العيال عارفين إن أبوهم ما بيسألش، بس بيبقى عاملين حساب للأم بقى. يعني أنا خلاص مثلا معايا ولاد، معايا عيل، معايا اتنين، معايا تلاتة، عارفين ان الام بتسأل عن الكبير وعن عن الكبيرة وعن الصغيرة، عارفين ان الام متابعاهم في كل ظروفهم بقى، مدارس، دراسة، شغل، الكلام ده، راحوا فين جايين منين. حتى في امهات بتبقى عارفة اسامي اصحاب عيالها بالاسم، وكمان بتبقى معاها الارقام بتاعتهم، عشان لا قدر الله مثلا اتصلت على عيل ما ردش عليها، تليفونه فصل شحن زي ما بيقول، تليفونه صامت ما سمعهوش، فبتتصل على صاحبه. لما بتكون مثلا عارفة صحاب عيالها أو بتكون عارفة ابنها مين خرج معاه، مين ندح عليه، الكلام ده. لكن طول ما الأب بعيد عن عياله، العيال لا بتعمل حساب للأم ولا بتعمل حساب للأب. يا ريت كل واحد، يعني مش هنرمي كل حاجة على الست يا جماعة، مش هنرمي كل حاجة على الست. الست كتر خيرها، يعني بتربي أطفال صغيرة، تبقى شايلة هم بيت، شايلة هم حاجات كتير. يعني يا ريت الأب يشيل عن الأم شوية. وبعدين الشباب بتبقى عايزة شدة من الأب غير الأم طبعا. الأم مهما شدت على العيل أو كلمته أو نبهته أو قالت له خد بالك من صحابك، مش دول الصحاب اللي انت تمشي معاهم، مش دول اللي انت تتعامل معاهم، دول مش شكلك، دول مش زينا. الألفاظ اللي هي بتسمعها طبعا ألفاظ جديدة عليها، أو مش واخدة إن عيالها يمشوا مع شباب زي كده، مع إنها بتقول هي مش أول مرة تسمع الولاد اللي هم بينادوا على عيالها يقولوا الألفاظ دي، بس بتقول أنا زهقت. وطبعا شكل عيالها ما شاء الله متربيين ولا حاجة، فهي خايفة على عيالها، أو عيالها مش واخدين على الكلام ده، بس هي عارفة إن عيالها هيتعلموا. عارفة العيل مادام مشي مع واحد صاحبه لسانه طويل بقى بيقول ألفاظ مش كويسة، الكلام ده أكيد ابنك هيتعلم. حتى لو هقولك لو إيه، لو قعد في الجامعة 24 ساعة بيصلي ويقرأ قرآن والكلام ده، بس مادام سمع كلام من صحابه وسمع ألفاظ هيتطبع بطبعهم. أكيد يعني مليون في المية هيتطبع بطبعهم، هيتعلم منهم، ما عمره ما هيفضل على التربية بتاعته. يعني حتى لو بيكون في البيت قدام حضرتك كويس والكلام ده ما بيقولش ألفاظ ولا كده، بس في الشارع بره بيتعامل زي أصحابه. وزي ما انت بتقولي ان في ناس بتخرج من بيوتها او من الشقق بتاعتها بيشتموا العيال اللي هم بيجي ينادوا على عيالك، ما اكيد برضو بيحصل مع عيال حضرتك نفس الكلام. لما يروح مثلا حد من ولادك ولا الكلام ده ينادوا على اصحابهم بيقولوا نفس الالفاظ، او حتى افترضنا ان ولادك ساكتين ما بيتكلموش، يعني ما شتموش زي العيال اللي بتشتم او ما قالوش لفظ مش كويس، بس معاهم صاحب اتنين تاني بيقولوا نفس الالفاظ وبيشتموا، فخلاص اللي شتم زي اللي ما شتمش. الشتيمة بتبقى للكل بقى، يعني حد بقى خرج زعق من بلكونة، زعق من شارع، اللي انت واقف بتقوله ده الكلام ده ما ينفعش في ستات في بنات، الكلام اللي انت بتقوله ده ما ينفعش. حتى لو عيالك واقفين ما فتحوش بقهم بنص كلمة، خلاص مادام واقفين مع اللي بيشتم قالوا شتموا، قالوا نفس الكلام. هو اللي طالع بيتكلم بقى من بيته او من بلكونته او بالكلام ده مش هيفرق بقى، مش هيقول مين هنا اللي شتم ومين اللي ما شتمش، خلاص هي السيئة بتعم على الكل. فيا ريت كل اب يتكلم مع ابنه ينصحه، يعني عشان خاطر ولادكم. بلاش نكبر دماغنا، بلاش كل اب يكبر دماغه، ما نرميش كل حاجة على الام، وبعد كده لما بتيجي تحصل نصيبة اقول لها ما هو ابنك يا هانم، ما شوفي ابنك، هو ده مش ابنك، هو ده مش تربيتك.
ويرمي كل المسؤولية على الأم. لا طبعا، مش تربيتها هي لوحدها. فين حضرتك؟ مش المفروض ان انت اب مسؤول؟ هو مش ربنا بيقول كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته؟ دي رعيتك. راعي عيالك، ان انت تحصنهم من الصحاب اللي مش كويسة. ان انت لو شفت ابنك ماشي مع حد مش كويس، لا، ده مش شبهنا، ده مش تربيتنا. زي ما في الصاحب الحلو في الصاحب الوحش. تعرف ابنك يصاحب مين وما يصاحبش مين. لكن نسيب الابن يعمل اللي هو عايزه بقى، سواء بقى حاجة وحشة ولا ده ولا ده، ونرجع نقول ما هي تربيتك يا هانم، وده ابنك وانت اللي ربيتي وانت اللي عملتي. طب وانت فين؟ ليه لما مراتك بتقولك عيالك كلم ولادك؟ في ولاد بتيجي تنادي على عيالك بيقولوا الفاظ مش كويسة. اقعد مع عيالك واتكلم معاهم، هتخسر ايه؟ ادي لعيالك ساعة من وقتك، اديهم نص ساعة. ما هو الكلام ده اكيد مش هيبقى كل يوم، لكن لازم من الوقت للتاني من غير مراتك ما تتكلم عرف ولادك الصح ايه والغلط ايه. زي ما هي مثلا مسؤوليتها بنتها او بناتها تعرفهم ايه الصح وايه الغلط، انت برضو مسؤوليتك الولاد. انت في كلام ممكن ما تقدرش تقوله لبنتك، لكن امها هتقول لها. يعني انت لو عندك بنت وشايفها مثلا بتعمل حاجة غلط، او قبل اصلا ما توصل للغلط ده امها هتعرفها ايه الصح وايه الغلط عشان ما نوصلش للغلط. انت برضو كلم ابنك، كلم ولادك. لان دايما الولاد بتخاف من الابهات عن الام، لان دايما الام تبقى حنينة، عقابها بيبقى مش زي عقاب الاب. الاب دايما بيبقى حازم، بيبقى شديد. واذا كانت ولد ولا بنت كلهم محتاجين الشدة. مش الشدة بقى اللي هو نجلدهم بقى وشتيمة والضرب والكلام ده، لا، بالكلام. لكن دايما كلام الاب بيسمع عن الام، مع ان ده مش على طول يعني. في ام كده بتبقى بميت راجل يعني، معلش في الكلمة، بتبقى واخدة بالها من عيالها اكتر من الاب. ده في حالة بقى ايه لما بتلاقي الاب خلاص يعني، معلش برضه في الكلمة بقى زي قلته يعني، ولا ليه كلمة ولا، وعايش في البيت يعني موجود ومش موجود. فاهمين ازاي؟ يعني في ام كده بتربي عيالها صبيان وبنات زي الراجل بالظبط، ممكن واحسن، عشان بكون خلاص شايفة الاب قدامها، اتكلمت كذا مرة مع الاب الكلام ده، الولاد اصلا شايفين ان الاب مكبر دماغه، فخلاص بقت الولاد مسؤولية الام. بس احنا بنكلم الابهات اللي هي مش زي الاب بقى اللي احنا بنتكلم عليه دوت، واللي هو رامي طوبة عياله والكلام ده، لا. كل واحد يخلي باله يا جماعة من ولاده، نخلي بالنا من عيالنا، نعرفهم ايه الصح وايه الغلط. مش اي صاحب يمشوا معاه، مش اي صاحب يتصاحب. نخلي بالنا من ولادنا، عشان دول نور عينينا، دول اللي احنا تعبانين وشقيانين علشانهم. وربنا يا رب يصلح لكم الحال ويصلح لنا الحال، وما يجيبش الحال لأي حد أي حاجة وحشة. وصلوا على النبي حبايبي، عشان بصلي على النبي تطمئن قلوبنا. وما تنسونيش يا حبايبي باللايك وبالاشتراك عشان عيلتي الصغيرة تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.